يطلع. هو سؤال يعني الآن سؤال، أنا هذا السؤال تكلمت فيه أول ما طلعت ذيك القرارات، وبالذات سألته حطيت السؤال قدام وزير المالية ووزير العمل. يوم الآن تروح تقصقص في مسألة حافز وتحط شروط. لا أنا معلش أنا بسألك على السؤال، أنا بوجه لك. هل أنت يا زين العابدين يا إبراهيم العساف يا عادل الفقيه أحرص على المال العام من خادم الحرمين الشريفين؟ جاوب. احنا موظفين عند المال. جاوب. لا هذه إجابة. احنا موظفين من قال ما احنا حرص. خلاص. ولي الأمر كل عاطل عن عمل يعطى. هذه واحدة. اثنين، في قضية ترى الآن ما تدرون عنها. يا عبد الحميد دكتور هذه يجب أن تكون. خلي كمل. لو جاء حطوا نظام ما كان الملك عارف إنه يجب أن تكون وفق النظام، كان ما قال له امشي. نظام تبع نظام اللي كان الملك سكت وقال له يا أخي يعرف إنه نظام. هذا نظام جديد يا دكتور. هذا نظام جديد يا دكتور. حافظ نظام جديد يا دكتور. لكن مطبق في العالم كله يا طويل دكتور. على حسب لا تأخذني الحين، خليك عشان أثبت لك مثال بسيط. إحنا شفناه كلنا في المملكة العربية السعودية يوم خادم الحرمين الشريفين يقول أبشركم مشكلة الإسكان انحلت، كل مواطن بياخذ 500 متر. من هو اللي نقز وقال له لا يقبلون 300 مدري 400 متر؟ حط يعني سؤال، هل هو هذا في هذه النقطة وزير المالية أنا أسأل في هذه النقطة، هل هو إبراهيم العساف أحرص على الأرض وعلى المال العام من خادم الحرمين؟ يا رجل اتق الله فيه. لا أنا شوف بدي أقول لك كلمة يا أخي حميد، أنت سألتني سؤال أنا أتكلم عن نفسي، وزير المالية يتكلم عن نفسه. بس أنا لو تقول لي أنا سكنت في سكن جامعة الملك سعود 20 سنة في الفلل الصغيرة اللي تمر من جنبها بالسيارة، هي 300 متر. لو كانت الدولة ملكتني هي بالتقسيط ما كانت ماجرتها علي ب10,000 في السنة، والله العظيم لم أبني هذا البيت. كانت من أحسن لا يكون، لأن أنا كان عندي سكن لأولادي. وإيش المشكلة يا أخي؟ إحنا نحصل على سكن. عطني نصها الدور اللي تحت. عطني المساكين الفقراء اللي مسكين في الشمال وفي الجيزان وفي ترامة. عطهم الدور، عطهم الملحق اللي برا بيقبلون. أنا عارف. أيوة صح. لحظة بالله نقطة. هي وزارة الإسكان بدأت بالعمل الجاد. مهمة جدا. في قرار